السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عاملين ايه واخباركم ايه؟ عاملين ايه في الساعة وفي اخر الشهر؟ انا عامله لكم بقى وصفة سهلة والكل عارفها، ان شاء الله تعجبكم. بما ان النهاردة اخر الشهر، فحبيت بقى ان انا الم اللي موجود عندي في المطبخ واعمل لهم اكلة حلوة قوي الكل عارفها. فين انا جبت البصل وقطعته زي ما انتم شايفين جوانح كده، ما تكونش تخينة، عايزاها رفيعة علشان لما تتحمر تقرمش معايا. ممكن طبعا تعمليها بالمبشره، بس تضغطي على ايديكي بيها كده علشان تنزل سميكه شويه، ما تنزلش رفيعه، لانها لما بتبقى رفيعه قوي بتكسر بقى وبتلزق في بعضها، لكن كده هتبقى بشخصيتها وهتبقى مقرمشه. جبت بقى معلقه من النشا وفضلت بقى احط فيه في البصل كده من فوق ولتحتيه، شربت البصل بيه. كمان بقى كان عندي عدس بجبه. انتوا كده عرفتم انا هعمل ايه. انا هعمل كشري مصري بس هعمله في الحله واحده. جبت العدس بجبه، حطيته كده في ميه سخنه، سبته ل3 ساعات او 4 ساعات. ممكن تعملي حمص الشام بنفس الطريقه. بعد ما اتنقع صفيته بقى كده وسبته. هجيب بقى هنا طاسه على النار وهحط بقى كميه زيت محترمه كده، لان الزيت ده اللي هشتغل بيه في الكشري كله. انا عارفه ان الزيت غالي، بس هنحط على قد ما نقدر. ممكن تخففي في شويه في الزيت، وعلى قد ما نقدر نحط شويه من الزيت. هحط بقى البصل بتاعي وهسيبه يتحمر. انا عايزاه يبقى لونه ذهبي، مش عايزاه تحمريه قوي. يعني شفتي الدرجه اللي انت عايزاها في تحمير البصل، حمري قبليها، يعني طلعي البصل في الدرجه الافتح منها، لان البصل لما بتطلعيه وبينشف وبيقرمش بيغمق شويه كمان، فانت تعملي حساب كده عشان يبقى معاكي ذهبي كده وما يبقاش معاكي محروق. حمرت البصل بتاعي كده، والاخر بقى هطلعه على مناديل عشان يصفي الزيت اللي فيه. هجيب بقى الحله بتاعتي وهحط فيها شويه من الزيت اللي انا حمرت فيه البصل. انا بقول لكم السر كله في الزيت ده، هو اللي هيخلي طعم الكشري حلو قوي مع شويه الاضافات اللي احنا هنضيفها. هجيب بقى شويه من الشعريه زي ما قلت لكم. انا بقى فتشت لقيت شويه شعريه، شويه مكرونه، شويه مكرونه سباكيتي. قلت لهم تعالوا كده النهارده يومكم. فجبت عليهم بقى، وبعد ما اتحمروا وادوني اللون الذهبي الحلو ده، حطيت عليهم كوبايه من الرز، وهفضل اقلب كده لحد ما الرز يسخن معايا. اهم شيء ان احنا نسخن كل حاجه. يعني انا الشعريه الاول سخنت، حطيت الرز اديت له تشويحه، حطيت كمان العدس بجبه وبرده هديله تشويحه. انا عايزه كل حاجه تسخن، يعني ما احطش حاجه على حاجه وهي لسه بارده كده، لا انا عايزه كل حاجه تسخن علشان اضيف الاضافه اللي بعديها. هنا بقى ضفت برده مكرونه، حطيت في حدود كوبايتين من المكرونه، عشان في الكشري ولادي بيحبوا اكتر حاجه المكرونه، فبقلل في الرز وبزود في المكرونه. حطيت كوبايتين من المكرونه، اي نوع مكرونه موجوده عندك. حطيت كمان مكرونه اسباجيتي، حطيت شويه كانوا موجودين عندي، والله كانوا اخر شويه مكرونه حطيتهم. وعلشان المكرونه بتاعتي بقى ما تلزقش على الوش لما احطها وهي مستويه، فانا بعمل الحركه دي اني بنخل كده الخليط كله مع بعضه علشان المكرونه بتاعتي تفك من بعضها كلها. هجيب بقى ميه سخنه وهغطي المكرونه. لازم الميه تكون مغطيه وش المكرونه بتاعتي، واهم شيء انها تكون ميه سخنه، لان المكرونه هتبقى سخنه والميه تبقى سخنه. حطيت بقى الملح ظبطته، ممكن تحطي شويه من الكمون، وحطيت شويه من البصل. البصل ده هيدي طعم جميل قوي للرز. هسيبه بقى لحد ما يتشرب، وبعد كده نقلته على العين الصغيره. هجيب حله بقى علشان ان انا استفيد بالوقت واشتغل على طول، ما اعملش وصفه كده واضيع في وقتي. ده بينجز انك تشتغلي على كذا عين كده. حطيت بقى شويه من الزيت، وحطيت التومه انا مش عايزاها تتحمر، يا دوبك بس تتشمع كده وريحتها تطلع. هحط على طول صلصه الطماطم اللي عندي، ولو مش حابين تحطوا الصلصه وعندكم الطماطم زياده حطوها على طول. اهم شيء بنزل بالصلصه الاول علشان دي فيها مواد حافظه، فلازم تتحط في النار مباشره. هنزل عليها بقى بالطماطم، ده في حدود كيلو من الطماطم. ضربتها في الخلاط وصفيتها كويس من اي حاجه. بعد كده بحط عليهم بقى دي معلقه السكر، اهم شيء علشان حموضه الطماطم. اللي بيفرق يا جماعه في الطعم هي مرقه الدجاج الفوريه بتاعه الخضار، مش بتاعه الفراخ. بجد بجد رهيبه جدا، وبتدي الصلصه طعم حلو قوي، وبتاخدها لحته تانية خالص. جربوها على ضمانتي يا جماعه وقولوا لي ايه رايكم. فرقت معاكم في كل مره بتعملوا فيها كشري ولا لا؟ بجد بجد حلوه قوي. بعد ما حطيتهم بقى، وهسيب لغايه ما الطماطم بتاعتي تغلى وتبدا انها تتسبك. انتوا عارفين ان الصلصه بتاعت الكشري ما بنسبكهاش قوي، بتبقى خفيفه شويه، يعني حتى لو تقلت معاكي انت بتزوديها شويه من الميه. انا حطيت عليها ملح، حطيت عليها بعد كده شويه من الكمون، وحطيت كمان شويه من الفلفل الاسود. هسيبها بقى تغلي وتبقبق شويه مع بعضها كده علشان تبقى عندي تمام، وتبقى متسبكه حلو وتديني لون حلو. وبعد كده هضيف عليهم معلقتين من الخل، مش ازيد من كده. ما تزودوش الخل
قوي علشان ما تبقاش مززه، الطماطم تبقى مززه، هي يا دوبك معلقه كبيره او معلقتين. انا اول ما حطيت الخل شلتها طبعا من على النار علشان ما تعمليش حرقان في صدري، ما بقاش واكله الكشري ويعمل لي بعد كده حرقان في صدري. هنا كان خلاص المكرونه بقى اتشربت عندي تماما، وهوطي النار عليها، احط الشياطه كمان تحت الحله وهسيبها بقى تاخد وتدي مع نفسها. علشان برضو انجز في الوقت جبت هنا الطاسه اللي انا كنت محمره فيها البصل، فضيت شويه الزيت وجبتها علشان ما اخدش بقى مواعين كتير، انا مش عشان هعمل الكشري انا مش هستخدم غير التلاتة دولت بس، يعني علشان اوفر كمان في المواعين بتاعتي. حطيت بقى شويه الزيت وحطيت عليهم معلقه كبيره قوي من الثوم. زي ما قلت لكم برضو مش هنحمر الثوم، لما نحمر الثوم مش هيدينا طعم حلو، احنا عايزين بس نسويه عشان يبقى هادي على معدتنا. حطيت عليهم بقى كمان معلقه كبيره من الكمون، وهسيب بقى الكمون يتشوح شويه مع الثوم، وهنزل بنص عصره ليمونه، هنزل عليهم كده. انا هعمل دلوقتي الدقه بتاعه الكشري المصري اللي هي بالخل والثوم. ضفت كمان كوبايه من الميه، وبعدين هضيف بعد ما تغلي معايا تماما هضيف نصها خل، يعني حطيت كوبايه من الميه هضيف نصها خل بس بعد ما اقفل زي ما قلت لكم علشان ما يعملش حموضه وحرقان في الصدر. كتير مننا بيشتكي احنا بناكل الكشري المصري وبعد ما بناكله بنلاقي حرقان، هو ده بيبقى سبب ان احنا بنحط الخل على النار، فدايما حط الخل واطفي. في نفس بقى الطاسه كده انا فضيت منها الدقه بتاعه الخل والثوم وجبتها عملت فيها الشطه، حطيت زيت وحطيت كمان شويه من الشطه الناشفه، وكان عندي معلقه صغيره من هريسه الشطه، بحبها كده عشان تبقى مشطشطه وبتدي طعم حلو، ممكن طبعا لو مش عندك ما استغني عنها. حطيت عليها كمان كام معلقه كده من صلصه الطماطم، وعلشان الشطه ما تبقاش تقيله معايا قوي هزود كل شويه كده شويه من الميه لغايه ما تديني القوام اللي انا عايزاه. وعشان طعمها يبقى حلو كده ومميز انا جبت شويه من الدقه اللي انا عملتها بالخل وبالثوم بعد ما صفيتها وحطيتها بقى على الشطه كمان علشان تاخد من طعمها. هسيبها بعد ما تغلي، وبعد ما تغلي بقى هطفي عليها هي كمان. وعندي خلاص الكشري هنا كان استوى وانا طفيت عليه، ما شاء الله جميل جدا ومفلفل والله ما لازق، شايفينه؟ يعني انا هاجي اقربه دلوقتي من الشاشه علشان اوريه لكم، ما هوش لازق ولا اي حاجه، زي ما انتم شايفينه كده مفرفط كده وجميل جدا. اهم شيء ان احنا نقلبه من فوق لتحت كده علشان يبقى معانا كله سوا واحد وكله زي بعضه. بعد كده بقفله بقى واسيبه يهدى شويه، ولما بيهدى كمان بيبقى مفلفل معايا اكتر من كده، ما شاء الله حاجه جميله جدا. هنا بقى علشان اعمل لهم كمان شويه من العصير قطعت كده كام موزايه وعملت لهم عصير فراوله. بالمناسبه يا جماعه ان شاء الله انا هفرز فراوله قريب فلرمضان باذن الله، كل سنه وحضراتكم طيبين. واصلا جو العصير ده فكرني كده مع الاكل بجو رمضان ونفحات رمضان، كل سنه وانتم حضراتكم طيبين. هعمل لكم حاجه حلوه قوي بالبنجر زي شربات البنجر كده تعملوه مع عصير الفراوله، حلو قوي وجميل هيعجبكم ان شاء الله. خلاص بقى كده انا خلصت الاكل بتاعي كله وغرفته، علشان ما اطولش عليكم في غرفه انا حطيت الكشري طبعا وحطيت عليه الصلصه وحطيت عليه شويه من البصل، جميل جدا وزي ما انتم شايفينه كده هو بيتكلم عن نفسه. طعمه حلو قوي. وجربوا مرقه الدجاج اللي انا حطيتها فيه الطماطم حلو قوي كمان، اللي هي الفوريه، ما تحطوش المرقه بتاعه الفراخ، هي مرقه الخضار الفوريه جميله جدا. عندي بقى العصير وادي البصل، حطوا مخلل، عايزين تحمروا معيش حطوه، عايزين تحطوا كمان حمص الشام هيبقى جميل جدا. انا اكتفيت بس بكده، واي حاجه يا حبايبي ان شاء الله هتعملوها من ايديكم هتبقى حلوه قوي وربنا هيبارك فيها. اذكروا ربنا دايما وان شاء الله ربنا يعدي علينا الايام دي ويبارك في اي حاجه. دايما سموا الله وانتوا بتعملوا الاكل وانتوا بتجهزوا له وانتوا بتعملوا اي حاجه، استغفروا كتير ان شاء الله ربنا هيبارك في كل لقمه انت بتعمليها وهتزيد كمان وهيبقى اضعافها. مش عايزه اطول عليكم اكتر من كده، خلص الفيديو بتاعي خلاص. لو عجبكم الفيديو بقى ما تنسوش اللايك والشير، واللي لسه مشتركش في القناه يضغط اشتراك ويفعل الجرس على الكل. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.